ميليشيات البوليزاريو تنسحب من الجرجرات بعد تحذيرها من الأمم المتحدة. أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مجموعات المدنيين والذي كانوا يتجهون نحو منطقة الجرجرات مستهل الأسبوع الجاري من أجل قطع الطريق والتجمهر أمام المعبر عادت أدراجها إلى مخيمات تندوف. وأضافت المصادر أن قوات من الجيش التابعة لجبهة البوليزاريو قد اعترضت الطريق أمام هذه المجموعات المتجهة نحو المعبر وأرغمتها على العودة فورا إلى مخيمات تندوف بالرابوني. المصادر ذاتي أكدت بأن عناصر بالناحية العسكرية الأولى للبوليزاريو أوقفوا مسيرة المجموعات التي كانت متجهة نحو الجرجرات على مستوى منطقة الدوغج وأجبروها على الرجوع إلى المخيمات. وكان عدد من النشطاء بمخيمات تندوف قد تداولوا مؤخرا أنباء عن قيام جبهة البوليزاريو باعتراض العناصر المتجهة للجرجرات، مشيرة إلى أن الاتصالات انقطعت بهم بعد وصولهم لبلدة الدوغج بالناحية العسكرية الأولى التابعة للبوليزاريو. وبحسب نفس المصادر فإن حالة من الغليان تسود في أوساط سكان مخيمات تندوف بسبب ما أسمته ذات المصادر بانحناء قادة البوليزاريو للضغط الدولي، في الوقت الذي كانت قيادة الجبهة تروج إعلاميا لإغلاق المعبر بصفة نهائية إلى حين تنفيذ مجموعة من الشروط، وعلى رأسها تعيين مبعوث أممي جديد، وهو ما لم يتم إلى حدود اللحظة، وخلق جدلا واسعا في صفوف مخيمات البوليزاريو. ويأتي هذا المستجد الهام بعد تصريح المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حق السبت الماضي، والذي حذر جبهة البوليزاريو من عواقب أي عرقلة حركة المرور المدني والتجاري المنتظمة في منطقة الجرجرات. منظمات غير حكومية بالصحراء المغربية تراسل رئيس مجلس الأمن الدولي. بعث رؤساء 1028 منظمة غير حكومية من المجتمع المدني بجهتي العيون الساقية الحمراء والدخل وادي الذهب والفاعلة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية في الصحراء المغربية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة عبدو أباري، يؤكدون فيها على الطابع العادي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية. وأوضحت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالة لرئيس مجلس الأمن الدولي أن لكل من الجزائر والبوليزاريو سجلا ثقيلا من الممارسات المشبوهة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامته، مبرزين أن استعمالهم اللا أخلاقي والبغيض لمعاناة إخواننا وأخواتنا المحتجزين في غيابات الظلم والإفلات من العقاب تندوف كمجرد أوراق للمراهنة السياسية ينفي عنهما أي مصداقية. وعبر رؤساء المنظمات غير الحكومية في هذه الرسالة عن بالغ انشغالهم وإدانتهم الشديدة للأوضاع المزرية التي يعاني منها سكان مخيمات تندوف جنوب الجزائر، حيث زج بها في تلك الورطة من قبل مجموعة مسلحة غير مسؤولة ارتهنت لأهداف ومخططات تخدم بصفة حصرية مصالح دولة الجزائر مهندسة وراعية هذه المأساة الإنسانية المشينة. وأكدت الرسالة أن البوليزاريو تماما مثل عراباتها الجزائر تعتمد نهجا متناقضا حيال مسألة حقوق الإنسان، حيث توظفها لأهداف سياسية ولا ترى فيها سوى أداة للدعاية والضغط من أجل الترويج لمشروعها الانفصالي، موضحة أنه في الوقت الذي تتبنيان خطابا دعائيا تهجميا ضد المغرب وتروجان لادعاءات كاذبة حول الوضعية الحقوقية بالصحراء المغربية، تمتنعان في مفارقة غريبة عن الإدلاء بأبسط المعطيات حول وضعية الحقوقية في مخيمات تندوف. وشددت الرسالة على أنه قد حان وقت الوساطة والمصالحة ولم شمل عائلاتنا، معربين في هذا الصدد عن دعمهم بشكل تام لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية كحل كفيل بوضع حد لهذا الصراع المفتعل بين الأشقاء وضمان كرامتنا وحريتنا جميعا. حزب المصباح يدين مبادرة آمنة حيدر ويؤكد إلا بديل عن مبادرة الحكم الذاتي. أدان حزب العدالة والتنمية المحاولات البائسة لتأسيس مشروع انفصالي معبرا عن رفضه الثابت للانفصال والتقسيم والتجزئة وألا بديل عن خيار الحكم الذاتي، وذلك على خلفية انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي